السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا فيديو عودة للمدارس. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل النهارده قرص بالقرفة، وكمان هنعمل العيش الصحي ودقيق دوبيلا الاسمر اللي بنشتريه بمبالغ وقدرها، وكمان هنعمل شوية وصفات ومعجنات جميلة جدا في الفيديو. اتمنى تعجبكم ومتنسوش تعملوا لايك للفيديو. اول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق، معايا كوبايه الا ربع من السمنه او الزبده او سمنه وزبده وزيت، اي ميكس دهون انت عايزاه. تمام كده. حطيت 3 معالق كبار ونص من السكر، وحطيت معلقه ونص من اللبن البودر، رشه ملح صغيره جدا. وهاخد الميكس ده كله كده مع بعضه، سواء كان في العجان او هعمله ميكس على ايدي. كمان هكون حاطه مجهزه الخميره بتاعتي وهضيفها عليه. انا هنا كنت ناسيه الخميره فضفتها في الاخر، مفيش اي مشكله. بعد كده بجيب معايا لبن رايب او ميه دافيه، ما تكونش سخنه تكون دافيه. وهبدا اعجن الخليط بتاعي ده كله كويس جدا. بعد كده هبدا اعجنهم كويس قوي عادي، مفيش اي مشكله. الخميره حتى لو نسيناها نحطها في الاخر، بس لو العجينه ممكن تحتاج منك تزودي لها بس معلقه من الدقيق. تمام كده. طيب لو انتوا بقى ما نسيتوش الخميره زيي، حطوها في الاول مفيش اي مشكله، وما تضيفوش الدقيق وما تضيفوش معلقه الزيت الصغيره دي. بعد كده العجينه بتاعتي بقت جاهزه اهي. ببدا اختبرها، برر لها كده، ما بتشققش من الجناب ولا اي حاجه، بتبقى ناعمه وطريه وزي الفل. معايا هنا ميكس من القرفة على السكر على الكاكاو، وممكن تضيفوا لها معلقة من النشا. وبس كده، دي الحشوة بتاعتنا. ببدأ اعمل القرصة بتاعتي، وابدأ احشيها بالحشوة بتاعتي، وابدأ ان انا احطها في السمسم بدون اي حاجة، ولا عسل اسود ولا مية بسكر ولا اي حاجة من الحاجات دي، مباشرة كده على السمسم. بعد كده ببدأ ارصها في الصاج بدون اي دهن اي حاجة خالص. تقدروا تحشوها اي حاجة انتوا حابينها، تقدروا تحشوها جبنة، تقدروا تحشوها تحشوها مثلا ايه، عجوة، اي حاجة انتوا حابينها. تقدروا تسيبوها سادة كمان، مفيش فيها اي مشكلة. بعد كده انا عملت جزء سادة وجزء محشي بالقرفة والسكر، وبس كده. دي كده اسهل واجمل وصفة قرص تقدري تعمليها بشاي بلبن للولاد الصبح على الفطار. تقدري تديله واحدة معاه في اللانش بوكس بتاعه، بتبقى تحفة جدا، بالاخص لو ولادكم كبار زي حالاتي كده ومش ناويين ياخدوا لانش بوكس. ده كده القرص بتاعتنا، حطيتها على الرف اللي في النص، بشغل من تحت بس، ولو محتاجة تاخد لون من الوش بشغل في الاخر، وبفضل واقفة جنبها. لو مش محتاجة خلاص مفيش اي مشكلة. يلا بينا نعمل الدقيق الاسمر بتاع دوبلا. انا هقول لكم المقدار عامه، وانتوا اعملوه زي ما انتوا حابين. كل 3 كوبايات من الدقيق عليهم كوبايه الا ربع من الرده، عليهم 3 معالق من جنين القمح. تمام كده. 3 كوبايات من الدقيق عليهم كوبايه الا ربع من الرده. كل كوبايه دقيق عليها معلقه كبيره من جنين القمح. وبكده يكون جاهز معانا الدقيق الاسمر او دقيق دوبلا. تمام كده. نفس دي دوبلة بالظبط، ما فرقش منه اي حاجة. يبقى معانا 3 كوبايات من الدقيق، عليها كوباية الا ربع من الردة، عليهم 3 معالق من جنين القمح. يعني معنى كده كل كوباية دقيق عليها ربع كوباية ردة، عليها معلقة كبيرة من جنين القمح. خلاص انا خلصت الميكس بتاعي، باخد منه المقدار اللي انا حباه. انا هنا خدت كوبايتين من الدقيق، عليهم رشه بسيطه من السكر، عليهم رشه من الملح، والخميره بتاعتنا طبعا هنجهزها ونضيفها عليه. وهبدا ان انا اعجن بميه دافيه، علشان انا هعمل هنا العيش الصحي. تمام كده، او الفينو او الكايزر الصحي. بعد كده ضفت له معلقه من الزيت، يفضل يكون زيت زيتون او زيت ذره. معايا هنا لبن كان رايب وقطع مني، بدات ان انا اعجن بيه علشان ازود القيمه الغذائيه. احنا هنا نقدر نضيف سمسم، تقدري تضيفي حبه البركه، تقدري تضيفي اي بذور انت حباها على العيش ده، وتبداي ان انت تعجنيهم كويس جدا مع بعض لحد لما يتعجن معايا. نخلي بالنا كويس ان الدقيق هنا مش هياخد مننا سوائل كتير، علشان الدقيق فيه نسبه رده ونسبه من الجنين القمح. الحاجات دي بتنفش فيما بعد وبتشرب السوائل بتاعتنا، فنخلي بالنا كويس جدا ان العجينه بتاعتنا ما تكونش طريه قوي. تمام كده. بعد كده ببدا اجيب العيش بتاعي وابدا ان انا اقسمه. انا قسمت الرغيف هنا 70 جرام، تقدروا تقسموها بالنظر. ببدا افرده واقفله والفه رول كويس جدا علشان ما يبقاش جواه فراغات. هجيب كده السمسم واحطه فيه بالشكل اللي احنا شفناه ده، وابدا احطه على الصاج بدون ما ادهنه اي حاجه. وببدا ان انا اسيبه يخمر كويس جدا. نخلي بالنا برضو ان الدقيق الاسمر بياخد وقت في التخمير اكتر من الدقيق العادي، ولازم نسيبه يخمر وياخد راحته في التخمير كويس جدا، علشان ما يطلعش مني مكتوم، يطلع معايا هش كده ويبقى نافش ويبقى خفيف.
ده كده العيش بتاعنا، تقدروا تعملوه اي حاجه انتوا حابينه، سواء كان كايزر او تعملوه تحشوه جبنه او اي معجنات انتوا حابينها. معايا هنا معلقه صغيره من الخميره، عليها معلقه كبيره من السكر، عليها ربع كوبايه من الميه، هنقلبهم كويس قوي مع بعض وهنشيلهم على جنب. معايا نص كيلو من الدقيق. الوصفه دي وصفه قواعد البيتزا، تقدروا تعملوها وتشيلوها في الفريزر للانش بوكس او للغدا عموما. اديتها بس رشه بسيطه كده من الفانيليا ورشه من الملح، عليها معلقتين كبار من السكر ومعلقه ونص من اللبن البودر ومعلقه من الخل، وهضيف لها كمان رشه بسيطه حوالي ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر و3 معالق كبار من الزيت. هضيف لهم هنا قلنا نص كيلو من الدقيق، هضيف لهم تقريبا من كوبايه وربع لكوبايه من الميه على حسب نوع الدقيق اللي معانا. فاحنا هنضيف نبدا من كوبايه الا ربع ونعجن لحد لما ياخد معانا القوام اللي احنا شايفينه ده. بعد كده ببدا ان انا اقسمها قواعد بيتزا على حسب الحجم اللي انا عايزاه. يلا بينا بعد كده نعمل بسكوت اليانسون، من اسهل ومن اطعم وحاجه كده في منتهى الجمال رهيب. هنجيب 3 معالق كبار من اليانسون، عليهم انا هنا عشان اطحنه في الكبه فبحط معاه دقيق علشان يتطحن معايا كويس جدا. ماشي، انا معايا هنا كوبايه 3 كوبايات من الدقيق. لو انت هتعملي صوب 30 في 40 تقدري تعملي نص المقدار زي ما انا هعمل. انا عملت كوبايه ونص من الدقيق، عليها معلقه ونص كبيره من اليانسون، عليها باكت من البيكنج باودر، وكمان معايا مقدار الزيت والسكر. كوبايه من الزيت هحط عليها كوبايه من السكر، ده لو انا عايزه 3 كوبايات من الدقيق. مقدار البسكوت هكتبه لكم بالظبط في صندوق الوصف لو انت عايزه تعملي مقدار كامل او تعملي نص مقدار. تمام كده. انا هنا معايا بيضه واحده بس، معايا كوبايه من الزيت، كوبايه من السكر، ومعايا بيضه، معايا 3 كوبايات من الدقيق، معايا كمان هنا ربع معلقه صغيره من الفانيليا، ومعايا باكت من البيكنج باودر. هنقول المقدار تاني: 3 كوبايات من الدقيق، عليهم كوبايه من السكر، كوبايه من الزيت، عليهم بيضه، وكمان عليهم باكت من البيكنج باودر، وربع معلقه من الفانيليا. لو مفيش فانيليا هتضيفي 3 اكياس من الفانيليا. بعد كده هبدا اقلبهم كويس جدا مع بعض. هنا لا بضيف ميه ولا بضيف سوائل ولا اي حاجه. طيب لو لقيتي العجينه ناشفه معاكي شويه كده بتبداي ان انت تضيفي معلقه واحده بس من الزيت، مش اكتر ولا اقل، بس نستنى عليها شويه لحد لما نشوف القوام بتاعنا تمام ولا مش من اول كده تلميها كده تلاقيها فرولت معاكي فتبداي تضيفي. لا، استني عليها شويه لحد لما تلميها. بصوا انا هنا لما لميتها ما ضفتش ليها اي حاجه تماما، وببدا ان انا افردها بالشكل ده وبحطها في الفرن وبطلعها بنقطعها وبعدين بنرجع نحمصها تاني في الفرن. تمام كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عايزين اي وصفات تانية اكتبوا لي في الكومنتات وانا هنزلها لكم. كل سنه وانتم طيبين واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.